السلام عليكم طلاب ثالثه ثانوي، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح اساسيات مهمه جدا في منهج الفيزياء في ثالثه ثانوي، بعض المعلومات التراكميه من منهج اولى وثانيه ثانوي بجانب بعض المعلومات الرياضيه المهمه اللي انت محتاجها عشان تقدر تمشي خلال المنهج. في المحاضره دي ان شاء الله هنشرح شويه مواضيع كلهم هتحتاجهم من اول درس في المنهج لحد ما تخلص المنهج خالص، فلا بد تكون عارف كل معلومه اتقالت في المحاضره دي، خاصه العلاقات والميل والتحويلات، وانا بقول لك اساميهم اهو، لان دول مش هينفع تمشي في اي درس او تحل اي اسئله الا لما تكون عندك الحاجات دي والمعلومات دي. هتحفظ بعض المعلومات المراد حفظها وتفهم اغلب المعلومات اللي تتقال في المحاضره، وبكده يبقى انت معاك الاساسيات اللي تدخل بيها المنهج ان شاء الله وانت مطمن. مش كورس تاسيسي ولا 5-6 محاضرات، هي محاضره واحده بس مطلوب من حضرتك تذاكرها كويس وتدخل المنهج من المحاضره الجايه على خير ان شاء الله. هتلاقي الموضوع بسيط بالنسبه لك وبتستوعب احسن وبتحل كمان بسلاسه، ومش هتلاقي عندك مشكله خالص باذن الله. ولكن ما عليك غير انك تذاكر بنظام، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابه. يا مستر انا عايز ادخل طب، عايز ادخل هندسه، عايز ادخل حقوق، عايز ادخل تجاره، اي مكان انت عايز تدخله لازم تبذل مجهود كبير. تؤخذ الدنيا غلابا يعني لازم تغلب الظروف وتتعب وتيجي على نفسك عشان تذاكر، بس اهم حاجة النظام. لو ذاكرت بنظام هتلاقي نفسك بتوفر وقت وبتوفر مجهود وبتحصل كتير. فربنا يكرمك وذاكر كويس. ركز لما حد يقول لك اهتم بالمعلومة دي من اساتذتك، لازم تهتم بيها لانه عارف انت هتحتاجها كتير في المنهج، ولا هي معلومة قشور فبيقولها بشكل عابر كده خلاص مفيش مشكلة، يقول لك دي معلومة خارج المنهج اعرفها ليك انت. فالحاجات دي كلها بتفرق معاك في نطاق المنهج. مش هطول عليك كتير، ربنا يجعلها سنة سهلة عليك ان شاء الله ويسهل لكم الصعب ويوفقكم ويجبركم وكل واحد فيكم ينول مراده، واهم حاجة ربنا يجعل له فيه الخير. مش شرط تنول مرادك ويكون فيه الخير، بس اهم حاجة ان ربنا يجعل لك في نصيبك الخير. نبدأ كده بسم الله. اول حاجة هنتكلم عن الكميات الفيزيائية والقياس الفيزيائي. انا عايز اعرف يعني ايه قياس فيزيائي. القياس الفيزيائي هو اللي بيدي الطبيعة معنى. يعني لو جيت قلت لك الحاجة دي ب5، انت ما فهمتش ال5 دي انا قصدي بيها مين ومين الحاجة دي اصلا، لكن لو قلت لك الحاجة دي ب5 كيلو جرام فانت فهمت ان قصدي على كتلة، صح؟ فانا كده ميزت حاجة، عرفتها. يعني اللي عرفني الحاجة دي هو عملية القياس الفيزيائي. فالقياس الفيزيائي هو اللي بيدي للحياة والطبيعة معنى. فالعلماء حطوا تصور معين للطبيعة عن طريق معادلة القياس الفيزيائي دي عشان نقدر نفهم بعض. لكن انا لو جيت قلت لك انا رايح المشوار ده 6 كده وراجع، هل المشوار ده 6 كيلو متر مثلا ولا 6 دقايق وهرجع؟ انت ما حددتش اهو لا مسافة ولا زمن ولا اي حاجة. فبالتالي لازم يكون في معنى للطبيعة او معنى للكلام، فلذلك عملنا القياس الفيزيائي. القياس الفيزيائي ده له عناصر. يعني احنا لو جينا نتكلم عن عناصر القياس الفيزيائي 3 عناصر. العنصر الاول كميات فيزيائية او الكميات بشكل عام. كميات الفيزيائية دي في منها انواع هنتكلم عنها دلوقتي او هنفتكرها يعني. طيب الكميات الفيزيائية، وعندنا الحاجة التانية ادوات القياس، والحاجة التالتة والاهم هي وحدات القياس. طيب الكميات الفيزيائية عندنا هي الحاجة اللي بتتقاس. يعني لو جيت قلت لك الطول بيتقاس ولا لا؟ بيتقاس بالمتر او المسطرة. طب الزمن بيتقاس بالساعة او الستوب ووتش يعني. طيب الكتلة بتتقاس بالميزان، شدة التيار بتتقاس بالامبير، فدي اسمها كميات ايه؟ كميات فيزيائية. الكميات الفيزيائية هي الحاجة اللي بتتقاس عن طريق أداة القياس. تمام؟ طيب تعالى كده نشوف الكميات الفيزيائية دي. كان زمان بنعرفها او بنقسمها لاتنين، كميات اساسية وكميات مشتقة. الكميات الاساسية زي الطول، زي المسافة، هي الطول هو المسافة يعني، ماشي، زي الزمن، زي الكتلة، زي حاجة هناخدها في منهجنا اسمها شدة التيار. فانا عندي
شدة التيار، الكتلة، الزمن، الطول، دي كميات ايه؟ كميات أساسية. الكميات الأساسية يعني ايه؟ يعني هي التي تعرف بذاتها فقط ولا تعرف بدلالة كميات أخرى. يعني مثلا لو أنا عايز أعرف الطول، عايز أحسب الطول، هل بعمل عملية رياضية عشان أقيس الطول؟ لا، ده أنا بروح أجيب مسطرة أقيس طول القلم ده يطلع مثلا 20 سنتيمتر، الموضوع بسيط جدا. طب عشان أحسب الكتلة أو أقيس الكتلة بحط الجسم على الميزان بيديني كتلتي والموضوع بسيط. فهل دول محتاجين عمليات رياضية عشان تحسبهم؟ قال لي لا، دول ليهم أجهزة بتقيسهم على طول وخلاص. فالكميات دي اسمها كميات أساسية. في كميات تانية اسمها كميات المشتقة، زي السرعة، زي العجلة. السرعة دي كان تعريفها ايه مثلا؟ السرعة زمان خدنا تعريفها في اعدادي، هي المسافة المقطوعة خلال زمن معين. فعشان احسب السرعة كنا بنقول ايه؟ مسافة وزمن، هي مسافة على زمن. طيب حتى وحدة قياسها متر على الثانية، اذا تعرف بدلالة المسافة وايه؟ والزمن، يبقى كده سرعة. فلذلك السرعة كده مشتقة من المسافة والزمن. العجلة مشتقة من السرعة والزمن. في عندنا القوة، القوة برضو كمية ايه؟ كمية مشتقة. فانا عندي كميات اساسية وكميات مشتقة بغض النظر عن النوعين، اللي هو الكميات القياسية الاساسية والكميات المشتقة. احنا في الاول وفي الاخر احنا بنتكلم عن كمية، والكمية هي الحاجة اللي بتتقاس في الفيزياء. طيب احنا بس بنفكرك ان كانت اساسية او مشتقة يعني ايه الفرق بين الاثنين، لكن هل ده موضوع سؤال في المنهج؟ لا، لكن لابد تكون عارف ان احنا عندنا كميات فيزيائية هي اللي بتتقاس في المنهج. فلما اقول لك شدة التيار، الطاقة، الشغل، القدرة، فرق الجهد، المقاومة، كل دي اسمها كميات ايه؟ فيزيائية، يعني الحاجة اللي انا هقيسها او اللي انا هحسبها. طيب كده عرفنا ايه؟ عرفنا الكميات الفيزيائية. نيجي بقى نقول كده معنى من معاني القياس. لو انا جيت قلت لك الكتلة، كتلة الجسم تساوي مثلا 50 كيلو جرام. طيب لو انا جيت قلت الكتله بتساوي 50 بس وسكت، الكتله بتساوي 50 وسكت، هل كده الجمله كامله؟ تقول لي لا، لان انت ممكن تسالني، انا عارف ان هي كتله وانت قلت، بس انا ممكن اسالك اقول لك هي طن، 50 طن، ولا 50 كيلو جرام، ولا 50 جرام، صح؟ ما هي الكتله ممكن تكون كده او كده او كده، او وحدات تاني عادي موجود للكتله وحدات تانيه. فانت ما حددتش، يبقى انت ما اديتنيش معنى كامل. طيب لذلك ما ينفعش تشيل كيلو جرام دي. الكيلو جرام دي بقى بنقول عليها ايه؟ وحدة القياس. طب يا مستر الكتلة دي مين؟ دي الكمية الفيزيائية. ماشي. طب يا مستر ال50 ده مين؟ ال50 ده ناتج عملية القياس. طب وناتج القياس ده بيتحدد عن طريق أداة القياس. يبقى كده دي معنى القياس الفيزيائي. الكتلة بتساوي 50 كيلو جرام. طيب ينفع أشيل الكتلة؟ ينفع، والجملة تبقى كاملة؟ أيوه. يعني أنا قلت لك حاجة بتساوي 50 كيلو جرام، أنت مش عارف الحاجة دي بس عرفتها لما أنا قلت 50 كيلو جرام، عرفت إنها كتلة. لو قلت لك الحاجة دي 3 دقايق يبقى أنا قصدي الزمن أو المدة الزمنية. لو قلت الحاجة دي مثلا 3 متر يبقى انا قصدي على طول او مسافه. يبقى انا اقدر بوحده القياس اعرف الكميه، ولكن الكميه لوحدها غير كافيه من غير وحده القياس. فهمنا كده اهميه وحده القياس في غايه الاهميه. دي طبعا بتترجم لمعادله اسهل، بنترجمها طبعا لان احنا شغلنا في الفيزياء بالانجلش زي ما احنا عارفين. طيب فالام اللي هي الماس او الكتله تساوي مثلا، يعني تساوي 50 كيلو جرام. ده شكلها ايه على الصورة الفيزيائية المختصرة. يعني كده عرفنا يعني ايه كميات فيزيائية والقياس الفيزيائي، وعرفنا معنى القياس الفيزيائي اللي بيدي للفيزياء معنى، اللي بيدي للطبيعة معنى. ما اقدرش اقول اي حاجة من غير وحدة قياسها ومن غير ما اميزها. كان زمان عندنا في الكلية كان لما بنيجي مثلا نحل وننسى وحدة القياس كان ينقصك درجتين 3 على انك نسيت وحدة القياس. ليه؟ انت يا باشمهندس بتقول مثلا ان انا هعمل كذا سنتيمتر ولا كذا متر، مثلا طلع الناتج 5، انت ما كتبتش سنتيمتر ولا مليمتر ولا متر. دي مصيبة. ليه؟ لان انت كمهندس مصمم وما كتبتش في التصميم مثلا ان دي ب5 سنتي، ومثلا الراجل اللي بيصمم عملها على اساس ان هي 5 ملي.
دي مصيبه، فرق كبير جدا بين السنتي والملي، بين السنتي والمتر. فبالتالي وحده القياس دي في غايه الاهميه، لابد تكون بتستخدمها باستمرار ومتعود على كده من اول السنه. الموضوع الثاني عندنا وهو التناسب. التناسب عندنا نوعين، تناسب يا اما تناسب طردي يا اما تناسب عكسي. واغلب اللي بيسمع دلوقتي عارف ان في التناسب الطردي والتناسب العكسي. الفيزياء اصلا قايمه على التناسب بين الكميات الفيزيائيه، زي ما قلنا مثلا السرعه بتساوي المسافه على الزمن، او المسافه بتساوي السرعه في الزمن. ففي تناسب بين الاثنين دول. التناسب ده يا اما يكون تناسب طردي او عكسي عند ثبوت الثالثه. يعني احنا عندنا التناسب الطردي هو التناسب المتشابه بالبلدي. يعني لما اقول لك تناسب طردي يبقى انا قصدي ان احدى الكميتين بتزيد بزيادة الأخرى أو بتقل بنقصان الأخرى، يعني بيقلدوا بعض بمعنى أصح. طيب التناسب ده اسمه تناسب متشابه أو تناسب طردي. بنقول في التناسب الطردي معناه رياضيا هو إن حاصل قسمة x على y يساوي مقدار ثابت. خلينا نمثل بأرقام. x ده مثلا ب15، واي ده ب5، المقدار الثابت ب3 فرضا، يعني انا بقول ارقام. طيب لو انا جيت قلت لك انا عايز ده يفضل مقدار ثابت، يعني ال3 ده رقم ثابت بالنسبه لي هنا في المثال ده، فلو انا زودت اكس للضعف فبقت ب30، ال15 زادت للضعف بقت ب30. عشان احافظ على ده يفضل ثابت لازم ال5 دي تزيد للضعف تبقى ب10. ليه؟ عشان حاصل قسمة ال30 على ال10 هي نفسها حاصل قسمة ال15 على ال5 هي نفسها ال3. فانت ايه اللي حصل هنا بين اكس وواي؟ اكس لما زادت واي زادت بنفس النسبة بس مش بنفس المقدار، وفي فرق بين النسبة والمقدار. هنا ده زاد للضعف، ده زاد للضعف برضه، لكن ده زاد بمقدار 15 وده زاد بمقدار 5. فاحنا مش بنتكلم عن المقدار ولكن عن النسبة، اسمه تناسب. فهنا ده زاد للضعف ده زاد للضعف، معاه يفضل ده مقدار ثابت. طب لو ده زاد ل3 امثال وده يزيد ل3 امثال وده برضه هيفضل مقدار ايه؟ مقدار ثابت. فالتناسب الطردي مع تعريفه رياضيا هو ان حاصل قسمة x على y يساوي مقدار ثابت. لما يكون كميتين بينهم علاقة طردية حصل قسمتهم بيساوي مقدار ثابت، فبالتالي ده بيزيد عشان يفضل المقدار الثابت زي ما هو كده. فهمناها رياضيا. طب فيزيائيا، انت اكلت كتير مثلا، كتلتك هتزيد ولا لا؟ كتلة جسمك هتزيد ولا لا؟ ايوه. لو مش بتتحرك وبتحرق وكده، كل ما تاكل الدهون تتراكم، صح؟ وتلاقي نفسك كتلتك بتزيد ووزنك بيزيد. فبالتالي كده في علاقة طردية بين كمية الأكل اللي داخله جسمك مع إيه؟ مع الوزن. فبالتالي إحنا عايزين نثبت عندنا مفهوم التناسب الطردي. التناسب الطردي إن إحدى الكميتين بتزيد بزيادة الأخرى. طيب تعالى بقى نرسمها كعلاقة رياضية. لو أنا جيت قلت لك إكس هنا واي هنا، بيقولوا على إكس ده متغير مستقل. هما كده الاتنين متغيرين بيتغيروا مع بعض، تناسب طردي، تناسب الاتنين بيتناسبوا مع بعض. فبس ده اسمه متغير مستقل، واي تابع له. يعني السينات هي اللي بتغير الصادات وليس العكس. اللي على السينات هو اللي لما يتغير، اللي على الصادات بيتغير تبعا له، بيقلده يعني. يبقى مين بيقلد مين؟ الصادات بتقلد السينات، وما تنساش دي. يبقى كده ده متغير مستقل وده متغير تابع للمستقل ده. فاكس لما تزيد واي ايه؟ واي تزيد. العلاقه دي اسمها علاقه ايه؟ علاقه طرديه. تعالى بقى كده نمثل بارقام. لو القيمه دي مثلا بواحد، اكس بواحد، يبقى مثلا واي ب3. طب اكس ب2. مش اكس زادت للضعف وحاصل قسمتهم مقدار ثابت، يبقى لازم واي كمان يزيد للضعف، فال3 دي تبقى 6 وهكذا. فتلاقي طبعا لو اكس زادت بقت ب3 لازم تتوقع ان واي هتبقى بكام؟ واي هتبقى ب9. فاحنا كده واي بتقلد اكس تزيد واي تزيد. ده متغير مستقل وده متغير تابع. بتتكتب كده بقى على الصورة الفيزيائية، بنقول ان واي
بتتناسب مع اكس بالشكل ده. ده كده معناها لما اكتب لك مثلا الدي بتتناسب مع الفي، يبقى كده الازاحه طرديه مع السرعه. خلاص، يبقى المفهوم ده او العلامه دي علامه ايه؟ التناسب. كده عرفنا يعني ايه تناسب طردي. نيجي بقى للتناسب الثاني وهو التناسب العكسي. تناسب عكسي يعني ايه؟ يعني احدى الكميتين بتزيد بنقصان الاخرى، او احدى الكميتين بتقل بزيادة الأخرى، يبقى علاقة عكسية اهو. طيب تعالى كده نفهم معناها. هقول لك إن حاصل ضرب، مش دول حاصل اسمتهم مقدار ثابت كان طردي؟ لو حاصل ضربهم مقدار ثابت يعني إكس في واي مقدار ثابت، يبقى كده عكسي. إزاي؟ هنفترض إن المقدار الثابت ده كان ب10 وإكس دي كانت ب5 وواي مثلا كانت ب2. كده المعادلة صحيحة. طيب أنا عايز ده يفضل مقدار ثابت، بس عايز مثلا أقلل إكس أخليها مثلا ب2، يبقى لازم المقدار واي يبقى بكام؟ تقول لي يبقى ب5، صح؟ يعني إكس لما قلت واي حصل لها إيه؟ زادت عشان نحافظ على نفس المقدار الثابت. يبقى حاصل ضربهم لو بيساوي مقدار ثابت، رقمين مضروبين في بعض وبره مقدار ثابت يبقى بينهم علاقة عكسية. رقمين مقسومين على بعض بره مقدار ثابت يبقى بينهم علاقة طردية. كده فهمناهم رياضيا، التناسب الطردي والتناسب العكسي. طيب عكسيا يعني ايه؟ هديك مثال فيزيائي بقى. كده احنا فهمنا رياضيا. مثال فيزيائي، لو انا قلت لك مثلا انت هتمشي من بيتك لاخر الشارع بس على مرحلتين، مرحلة سرعتك هتبقى 2 متر في الثانية، والمرحلة التانية سرعتك هتبقى 1 متر في الثانية. لو أنا قلت لك أنهي اللي هتوصل لنهاية الشارع في زمن أقل، تقول لي لما تكون سرعتي أكبر. أيوة، لأن أنا لو مشيت بسرعة 2 متر في الثانية هوصل في زمن أقل من اني امشي بسرعه 1 متر في الثانيه، هاخد وقت اكبر. يعني انت راكب ميكروباص مثلا ومتاخر على الامتحان، وبتاع الميكروباص وقف يحمل في الموقف ومش راضي يتحرك. طب ولما اتحرك كالعاده، يعني هم بيعملوا كده فعلا، لما اتحرك بيمشي على مهله خالص ومش راضي يمشي خالص، كانه بيعندك مش عايزك تروح الامتحان. طيب فعمال يمشي ببطء وانت تقول له سرع يا اسطى. طب ليه سرع؟ عشان زمن الوصول يقل. طب وهو ماشي ببطء زمن الوصول بيزيد. يبقى معنى كده ان في علاقه عكسيه بين السرعه والزمن عند ثبوت المسافه. لما تكون المسافه واحده العلاقه عكسيه بين السرعه والزمن. ده معنى فيزيائي للعلاقه العكسيه. طيب تعالى بقى نرسمها رياضيا. ادي اكس المتغير المستقل وواي المتغير التابع، وهتبقى العلاقه بالشكل ده كده. بص بقى وركز، بص على النقطه دي، واي كبيره جدا. ليه؟ ما هو واي هنا اهي في الحته دي. طب واكس يا مستر؟ لا لسه صغيره، ده قريبه من الواحد او قريبه من الصفر كمان. طيب خد بالك، لو واي مثلا هنا ب10 واكس ب1، طب مشينا كده مش اكس هتزيد عند النقطه دي؟ ما هي اكس بتزيد في الاتجاه ده، تبقى واي هيحصل لها ايه؟ تقل في الاتجاه ده. طب امشي اكتر، تيجي عند النقطه دي اكس هتزيد، يبقى واي هتقل اكتر، وهكذا. فبتلاقي بزياده اكس واي بيحصل له ايه؟ بيقل. العلاقه دي اسمها علاقه او تناسب عكسي. وهنقول كده ان واي بتتكتب كده مع مقلوب الاكس عكسي. واي بتتناسب مع مقلوب الاكس طردي، يبقى مع الاكس نفسها عكسي. طيب كده واي طرديه مع اكس، كده واي عكسيه مع اكس. عرفنا كده صيغتها، علاقتها، معناها الفيزيائي ومعناها الرياضي. طيب الفيزياء بقى قايمه على التناسب ده، يا اما تناسب طردي يا اما تناسب عكسي. تقول لي طب افرض حاجتين ما لهمش علاقه ببعض، ما فيش بينهم علاقه، يعني ما فيش تناسب، مفيش لا طردي ولا عكسي، ما اقدرش اقول اي حاجه، ساعتها بنقول عليها علاقه ثابته وهنوضحها بعد شويه. طيب تعالى كده ندخل على الموضوع الثالث وهو الاهم لحد دلوقتي، وهو موضوع كيفيه ايجاد الميل. ازاي احسب ميل الخط المستقيم؟ الطريقه الاولى، لو انا عندي محور السينات، محور الصادات، وفي خط بيميل على محور السينات، عايز احسب الميل بتاع الخط ده. قال لي ان الميل هو من تعريفاته هو فرق الصادات على فرق السينات. يعني ايه؟ لو انا قلت لك مثلا اكس هنا كانت ب1 فواي كانت ب2، طب لما اكس زادت للضعف بقت ب2، مش دي علاقه طرديه؟ يبقى واي هتبقى ب4.
طب لو اكس زادت وبقت ب3 يبقى واي هتبقى ب6. حلو قوي. لو انا قلت لك عايز احسب الميل، الميل معناه السلوب او الميل يساوي فرق الصادات، يعني دلتا واي ده اسمه فرق الصادات على دلتا اكس اللي هو فرق السينات. طيب يبقى كده الميل او السلوب. يلا نحسب. هنعمل ايه عشان نجيب فرق الصادات؟ فرق يعني طرح. فهاخد مثلا حدد النقطة 6 ناقص 2، خد طرحهم على اللي قصادهم. مش انا لو نزلت من ال6 هلاقي ال3، ولو نزلت من ال2 هلاقي ال1 على طرح دول يجيب لك الميل. فانا هقول ايه؟ انا حددت، كان ممكن تاخد 4 ناقص 2 على 2 ناقص 1 عادي مفيش مشكله. طيب فانا حددت عادي، كان ممكن تقول 6 ناقص 4 على 3 ناقص 2 برضه صح. المهم ان احنا قلنا 6 ناقص 2 على 3 ناقص 1 تطلع معاك ب2. كده جبنا الميل. حلو قوي. ميل الخط المستقيم ده بيساوي 2. في طريقه تانية اسهل لايجاد الميل من الطريقه دي او من الرسمه دي، اسهل من كده. ايه هي؟ طالما العلاقه بادئه من الصفر، مش دي نقطه الاصل، يبقى العلاقه بادئه من الصفر، خد اي نقطه من الصادات على اللي بتقابلها من السينات. يعني ايه؟ يعني خد 2 على 1 ب2، 4 على 2 ب2، 6 على 3 ب2. طب لو في 8 على 4 ب2 برضه. يبقى اي نقطه من الصادات على اللي بتقابلها من السينات. ليه؟ لان جميع نقاط الخط المستقيم بتميل بنفس الزاويه على محور السينات، لانه خط منتظم. فبالتالي بالشكل ده كده هتلاقي ان الميل ايه؟ مقدار ثابت. تحسبه عن طريق الفرق اللي احنا عملناه، او طالما العلاقه بادئه من الصفر خد اي نقطه من الصادات على اللي تقابلها من السينات، ودي اسهل بكتير. طيب تعال نشوف شكل تاني للعلاقه بالشكل ده، او للطريقه دي اللي هي ايجاد الميل عن طريق فرق الصادات على فرق السينات. طيب ايه الشكل التاني؟ انه يجيب لك العلاقه بس مش بادئه من الصفر، بادئه من قيمه هنا اكبر من الصفر. فخلينا مثلا نقول ان القيمه دي ب2، الصفر هنا. طيب والقيمه اللي فوق دي، القيمه الاكبر يعني بتساوي 10 للصادات، والقيمه اللي هنا ب4. لو انا قلت لك في العلاقه اللي هنا 6 على 3 يعني اعلى نقطه على اعلى نقطه، صح؟ تطلع صح. بس هنا ما تطلعش صح لو قلت لي 10 على 4. ليه يا مستر؟ ما انت قلت طالما انا قلت ايه؟ طالما بدات من الصفر. دي انا قلتها قبل ما اقول الايه؟ الحل. فطالما بدات من الصفر ممكن تاخد اي نقطه على اللي قصادها، لكن هل دي بدات من الصفر؟ لا. يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل فرق الصادات على فرق السينات. عارف لما انا قلت لك خد اي نقطه من على اللي قصادها، يعني مثلا 6 ناقص الصفر على 3 ناقص الصفر، فهمت؟ يبقى انا بطرح ايه؟ فرق الصادات على فرق السينات برضه، بس ساعتها اشتغلت على النقطه اللي هي نقطه الاصل. لكن هنا يا باشا الخط ده مش قاطع نقطه الاصل اصلا. يبقى انت هتقول كده الميل هيساوي ايه بقى؟ وركز في دي عشان دي بيقع فيها طلبه كتير جدا في الاسئله في الامتحان. يعني دي بتيجي في الامتحان. ايوه موجوده عندنا اصلا علاقات في المنهج على الصوره دي، والطالب بيحسب منها الميل غلط، فبالتالي المساله هتتحل غلط. طيب فلازم اكون عارف دي فكرتها ايه. فرق الصادات، فرق ادي اعلى نقطه ناقص اقل نقطه في الصادات، ادي 10 ناقص 2 على فرق السينات اللي هي 4 ناقص الصفر اللي هنا. ما هو الصفر هنا عند الخط اهو، عند النقطه دي بصفر، يبقى 4 ناقص الصفر يطلع معاك 8 على ال4 ب2. يبقى الميل هنا برضو بيساوي ايه؟ بيساوي 2. طبعا هو مش دايما بيطلع ب2 يعني هي صدفه، ولكن تعرف الفرق بين العلاقتين. طيب الطريقه الثانيه لايجاد الميل، الطريقه الثانيه هي انه يديني زوايا. يعني مثلا معايا كده ادي محور الصادات وادي محور السينات وادي الخط ده، والخط ده بيصنع زاويه ثيتا مع محور السينات. قال لك خد تان الثيتا دي، تان ده اللي هو الظا، يعني تان الثيتا هو الميل. تان الزاويه المحصوره بين الخط والاتجاه الموجب لمحور السينات، ده التعريف الثاني للميل، هو الزاويه المحصوره او ظل الزاويه المحصوره بين الخط المستقيم والاتجاه الموجب لمحور السينات. تعالى كده نشوف بتيجي شكلها ازاي في الاسئله، شكلها، ولكن مش نفس المساله لان احنا لسه ما خدناش منهج. مثلا لو جاب لك علاقه كده بالشكل ده، ادي واي وادي اكس، وفي خطين كده، الخط A مثلا والخط B، وقال لك ان الخط B ده بيميل بزاويه 30،
والخط ايه بيميل هنا بزاويه 30. وقال لك مثلا انا عايز النسبه بين السلوب للخط ايه على السلوب للخط بي، يعني ميل ايه على ميل بي. طيب تعالى كده نشوف تحسبها ازاي. ميل ايه على ميل بي، ما هو الميل هنا هيجي عن طريق زوايا، هنا ارقام عادي سهل، لكن هنا زوايا اسهل برضه عادي مفيش مشكله. ولكن انا هاخد تان 30 على تان 30. تقول لي ما زاويه ايه ب 30 وزاويه بي ب 30؟ اقول لك لا، احنا بناخد الزاويه بين الخط والاتجاه الموجب لمحور السينات. فالخط ايه ده زاويته مع محور السينات دي كلها، مش دي قايمه، دي قايمه خدنا منها 30 تبقى الباقيه كام 60، او حتى لو قلت اللي في النص دي ب 30 زيهم، يبقى كده الزاويه الكليه. بص انا جبتها ازاي، من هنا لحد هنا المحصوره بين الخط والاتجاه الموجب لمحور السينات بكام ب 60. يبقى هتقول كده تان 60 ده كده ميل الخط ايه على تان الزاويه بتاعت بي. هو بي بيميل بزاويه كام واضحه على الرسم اصلا اللي هي الزاويه ايه الزاويه 30، يبقى تان 30. هتقسم تان 60 على تان 30 تطلع معاك 3:1، مش تفرق الناتج يعني، المهم الفكره. طيب هل المساله بتيجي كده؟ لا، ولكن في طالب بتجيله العلاقه دي في الامتحان، فمثلا عايز النسبه بين كذا الى كذا، وكذا ده بيساوي الميل، فالطالب يقول لك تان 30 على تان 30 يحل غلط. لا، ما هو انت لازم تكون فاهم ان هو ظل الزاويه المحصوره بين الخط المستقيم والاتجاه الموجب لمحور السينات. اذا هي مش بتيجي بعينها كده في الامتحان، هي يقول لك احسب الميل ده على ده، لا، هو بيقول لك احسب كميه فيزيائيه مثلا على كميه فيزيائيه النسبه بين الاثنين. فانت لما بتروح تحسب النسبه او بتلاقي الكميه الفيزيائيه دي بتساوي الميل اصلا، فلا بد تكون عارف الميل عشان تعرف تحل. فمهم جدا المعلومات دي. مع اول درس ان شاء الله هتعرف بقى الحاجات دي بتتوظف ازاي في منهج ثالثه ثانوي ان شاء الله. طيب تعالى كده نخش على الموضوع اللي بعده. الموضوع اللي بعده هي العلاقات او الرسم البياني، حالات الرسم البياني. العلاقات اللي عندك يعني عندنا علاقات كتير، ولكن احنا عندنا مشهور في المنهج 6. في بقى علاقتين 3 كده هنقابلهم خلال المنهج وقتها هنشرح، لكن دول ال6 علاقات أساسية اللي بتبدأ تلاقيهم في أول درس في المنهج عادي. طيب أول علاقة هي العلاقة الطردية، ودي اتكلمنا عنها في التناسب. عايز أعرف عنها معلومتين بس، الميل والجزء المقطوع. العلاقة الطردية دي هو شكلها بالشكل ده، تزايد س مع ص بمعدل ثابت. طيب الميل والجزء المقطوع، الميل يعني ايه؟ ما احنا عرفنا الميل يا مستر. اقول لك لا، يعني انا قصدي موجب ولا سالب. الميل هنا طلع رقم ايه؟ رقم موجب. طب الجزء المقطوع يعني ايه الجزء المقطوع؟ الخط ده قطع محور السينات والصادات في نقطة الاصل. هو قطع الصادات فين؟ احنا عايزين الجزء المقطوع من محور الصادات. طيب فاحنا كان عندنا هنا ان الخط ده قطع محور الصادات في نقطة الاصل، يبقى كده الجزء المقطوع بيساوي 0. حلو قوي كده. دي العلاقة الأولى اللي هي العلاقة الطردية. نيجي للعلاقة الثانية اللي هي العلاقة العكسية. العلاقة العكسية برضو شفناها في التناسب وعرفنا معناها. طيب عايز أعرف الميل موجب ولا سالب، والجزء المقطوع من محور الصادات موجب ولا سالب، ولا مفيش أصلا جزء مقطوع. طيب تعالى كده نشوف الميل. أولا هو أنت مش عندك في منهجك إنك تجيب الميل للعلاقة المنحنى ده، بس هو اسمه ميل المماس للمنحنى، مش عليك في منهجك، هو موجود في الرياضة. ولكن أنا لو عايز أحسب الميل هنا هيطلع بالسالب، فبالتالي أنا بعرفها كمعلومة بس إن الميل هنا إيه؟ سالب. طب الجزء المقطوع هو الخط أو المنحنى ده قطع الصادات أو السينات؟ لا، يبقى الجزء المقطوع بيساوي 0. طيب نيجي للعلاقة اللي بعدها وهي العلاقة التزايدية. رسمناها من شوية، دي اللي شبه الطردية. التزايدية دي علاقة بين س وص، نفس المعنى الفيزيائي للطردية، ولكن الطردية بيبدأوا الاتنين من الصفر. السين والصاد بيبدأوا من الصفر ويزيدوا مع بعض، لكن دي بيبقى الصاد ليها قيمة وبتبدأ السين تتغير فتغير قيمة الصاد، عشان كده سموها تزايدية لأن كان ليها قيمة وبدأت تزيد. ماشي، تعالى نتكلم عن الميل. الميل بتاعها حسبناه برضو من شوية، طلع رقم موجب. كده كده التزايد دايما ميله موجب، التزايد او الطردي ميله ايه؟ ميله موجب. طيب تعالى كده نشوف الجزء المقطوع.
هنا بقى مش قاطع محور الصادات في نقطة الأصل زي اللي قبلها، ده قطع محور الصادات فين؟ في قيمة، مش ده الصفر؟ طب والقيمة اللي فوق الصفر دي مش موجب ولا لأ؟ موجب الصادات، يبقى هو قطع محور الصادات في إيه؟ في قيمة موجبة، يبقى كده الجزء المقطوع موجب. الجزء المقطوع هنا إيه؟ مقدار أو رقم موجب. حلو قوي. كده عرفنا أول 3 علاقات، ودول اللي احنا رسمناهم من شوية. نيجي للعلاقة دي، العلاقة دي اسمها علاقة ثابتة. ليه ثابتة؟ هقول لك لأن صاد مثلا برقم مثلا ب3، هي س زادت إلى ما لا نهاية، مش صاد فضلت على نفس الارتفاع اللي هو 3؟ أيوه. ده معناه إيه؟ إن س لا تتوقف على صاد، أو صاد لا تتوقف على س، يعني لا تتغير بتغير س، يعني ملهمش علاقة ببعض. يعني أنت مهما تاكل كتير وزن أختك هيتأثر؟ لأ، لان انت مالكش دعوه، الجسم ده منفصل عن ده. فده المعنى بتاع علاقه ثابته. علاقه ثابته يعني انا بغير ده ملوش دعوه بيه، ملوش دعوه بيه. عندنا في الفيزياء ما بنقولش اللي ملوش دعوه بيه، احنا بنقول بينهم علاقه ايه؟ علاقه ثابته. يبقى العلاقه الثابته دي معناها ان واي لا تتوقف على اكس، لكن الطرديه كانت ايه؟ واي بتتناسب مع اكس، وهنا كانت العكسيه واي مع مقلوب الاكس، ودي طبعا واي بتتناسب طردي مع اكس، لان التزايد زي الطردي زي ما قلنا. ماشي، دي بقى واي لا تتوقف على اكس، مالهمش علاقه ببعض، لذلك الميل بيساوي صفر. ليه؟ الميل هو ناتج العلاقه. اذا احنا عرفنا كده 3 حاجات عن الميل: فرق الصادات على فرق السينات، ظل الزاويه المحصوره بين الخط المستقيم والاتجاه الموجب لمحور السينات، وهو ناتج العلاقة. هنا مفيش علاقة بينهم، يبقى مفيش ناتج للعلاقة دي، فالميل بيساوي صفر. لو خدتها بقى بالمنطق، الخط ده بيميل بزاوية معينة على محور السينات ولا موازي لمحور السينات؟ موازي لمحور السينات، يعني الزاوية بينهم بصفر، فروح اعمل تان صفر تطلع بصفر. ماشي، نيجي بقى للجزء المقطوع. الجزء المقطوع من محور الصادات، بص كده احنا فرضنا رقم، ماشي، هل الرقم ده منطقي؟ ايوه، لانه في الموجب، فاحنا عندنا ده الصفر واللي فوق الصفر ده الموجب، فكده الجزء المقطوع مقدار ايه؟ مقدار موجب او قيمه موجبه. طيب نيجي للعلاقه دي، العلاقه دي شبه العكسيه. العلاقه دي شبه ايه؟ شبه العكسيه، اسمها تناقصيه. علاقه تناقصيه، ولكن دي بتتغير بمعدل غير منتظم، دي بتتغير بمعدل ايه؟ منتظم. ده الفرق بينهم يعني كعلاقه. التناقصيه دي الميل عايز اتكلم عنه، موجب ولا سالب، والجزء المقطوع من محور الصادات. طيب لو بصيت هنا الميل، مش دي علاقه تناقصيه، الميل سالب، ودي هناخدها في المنهج وهنوضحها ساعتها، هيطلع الميل ايه؟ الميل بالسالب. وخد بالك العلاقه دي ودي التزايديه والتناقصيه ممكن يتحلوا بالمعادله اللي هي الصاد بتساوي م س زائد ج. مين الصاد؟ الكميه اللي موجوده على الصادات، والسين الكميه اللي موجوده على السينات، ومين ده اللي مضروب في السينات في المعادله؟ هو الميل، الميم ده، والجيم ده الجزء المقطوع من محور الصادات. فلو انا جيت قلت لك مثلا معايا علاقه كده واي واكس، خليها تناقصيه احسن، والقيمه دي ب5، ومعايا معادله بتوصف العلاقه اللي قدامك دي، وبتقول ان الواي بتساوي ام اكس ناقص 5. هل المعادله دي صحيحه؟ اقول لك لا. ليه؟ عارف انت انا ترجمت المعادله دي، يعني الواي هي الصاد، والام اللي هو الميل، والاكس اللي هو السين، والخمسه اللي هو الجزء المقطوع. الجزء المقطوع هنا في العلاقه دي كان ايه؟ كان موجب. ليه؟ بص كده ادي الصفر، وهو مقطوع هنا من الصادات، الخط قطع محور الصادات هنا، فالقيمه دي قيمه موجبه. اذا لما اجي اطبق المعادله دي هنا، الجزء المقطوع الخمسه كان سالب؟ لا، ده كان موجب، يبقى دي تتعدل. طيب مش دي علاقه تناقصيه؟ علاقه تناقصيه ميلها بيكون سالب، ميل العلاقه التناقصيه بيكون ايه؟ بيكون سالب، فلازم الميل ده يكون ايه؟ يكون سالب هنا. يبقى العلاقه دي لو انا قلت لك بقى، هكتب لك الصوره، هقول لك بتساوي الواي بتساوي سالب 3 اكس زائد 5، هقول لك طلع لي حاجتين من المعادله دي وطبقهم هنا. هقول لك ان الجزء المقطوع هو الخمسه،
والسالب 3 ده هو مين؟ هو الميل. والميل احيانا بنطلعه هو الباقي من القانون ومش موجود في الرسم، اللي موجود في القانون ومش موجود في الرسم. يعني لما نيجي نطابق المعادله دي هنا كده هتلاقي الاكس موجوده هنا وهنا، والواي موجوده هنا وهنا، صح؟ والاكس موجوده هنا وهنا، والخمسه موجوده، يبقى اللي مش موجود هو ده الميل. مهم جدا تعرف الايه المعادله دي، وان شاء الله لما نيجي في درسها باذن الله او في دروسها يعني هتفهمها اكتر وهتثبت معاك اكتر. يبقى كده اتفقنا ان ميل العلاقه التناقصيه بيكون ايه؟ بيكون سالب. نيجي بقى للعلاقه الاخيره هنا وهي العلاقه التزايديه. التزايديه برضو ما انت قلت لي اللي فوق دي تزايديه، ايه الفرق بينهم؟ الفرق في الجزء المقطوع. هنا دي تزايديه برضو، يعني صاد كان ليها قيمه ولما س زادت صاد بدات ايه؟ بدات تزيد. فاحنا عايزين نتكلم عن الميل. طالما علاقه تزايديه يبقى الميل هيكون ايه؟ هيكون موجب. دي اول حاجه. طب الجزء المقطوع من محور الصادات، احنا عايزين الجزء المقطوع من محور الصادات دايما. طيب الخط ده قطع محور الصادات، يقول لي لا ما قطعش محور الصادات اصلا، ده هو جاي قطع السينات، بس مفيش حاجه اسمها المقطوع من السينات. فاحنا لو جينا كملنا كده المحاور، الخط كان جاي كده، فانا لو مديته كده لحد ما يقطع الصادات هيقطع الصادات في السالب، صح؟ لان دي نقطة الاصل، فساعتها هيقطع الصادات فين؟ في السالب. فلذلك هنا الجزء المقطوع هنا هيكون ايه؟ هيكون رقم سالب او قيمة سالبة. المهم انك تكون فاهم العلاقات دي بقى في درسها بنبدأ ايه؟ نوضحها مرة تانية، ولكن بنوضحها على القانون الجديد، لكن احنا عايزين نعرف اساسها هي العلاقات اللي قدامنا دي. في علاقتين تانيين ان شاء الله هنقابلهم خلال المنهج، علاقه اسمها علاقه جيبيه شبه الموجه المستعرضه اللي كانت عندنا في ثانيه ثانوي دي، وعلاقه تانية اسمها علاقه تربيعيه او شبه الداله التربيعيه اللي هي داله السين تربيعي. لكن دول اللي احنا عايزين نعرفهم بشكل مبدئي في اول كام محاضره عندنا في المنهج. ندخل على الموضوع اللي بعده وهو الفرق بين إلى وبمقدار في الأسئلة. يعني إيه؟ لو قال لك مثلا طول كان بإل وزاد إلى 3 أمثال أو ل3 أمثاله أيا كان، يقول إلى أو لي أو لام، يعني زاد إلى 3 أمثال، ماشي؟ طيب وقال لك مثلا زاد ل3 أمثاله نفس المعنى، وبرضو في الحالة التانية لو قل وقال لك زاد بمقدار 3 أمثاله. تعال نشوف الفرق بينهم. تقول لي هو في فرق؟ أنا حاسس إن هي نفس الكلام، يعني نفس الجملة مفيش مشكلة. هقول لك لا، مختلفة والإجابة مختلفة. اللي زاد ل3 أمثاله أصبح أو يصبح 3 ال. 3 أمثاله يعني ضرب. لما يقول لك زاد إلى تضرب التغير ده في قيمته الحقيقية. 3 أمثاله يبقى 3 ال، 4 أمثاله يبقى 4 ال، 6 أمثاله يبقى 6 ال. طيب زاد بمقدار 3 أمثاله، كلمة بمقدار يصبح، بص زاد بمقدار. لو أنا جيت قلت لك كتلتك كانت 50 كيلو جرام، زدت بمقدار 20، بقت كام؟ بقت 70. يبقى عشان أجيب القيمة الثانية جمعت مقدار الزيادة على النسبة الايه؟ على النسبة الأصلية أو القيمة الأصلية. طيب لو أنا قلت لك كنت 50 زدت إلى الضعف بقت 100، صح؟ أو كنت 50 زدت ل70 إلى 70، هل كده هتجمع 50 على 70؟ لا، هو ب50 زاد إلى 70 خلاص انسى ال50 بقى الجديدة 70. طيب فلما يقول بمقدار بجمع، لما يقول إلى بضرب اللي قاله في القيمة الأصلية، لكن بمقدار يبقى أجمع المقدار زائد القيمة الأصلية. يعني إيه؟ يعني هتقول لي كده ال في الحالة التانية هيصبح كام؟ هيصبح ال الأصلي ده الأصلية زائد مقدار 3 أمثاله اللي هو ال3 ال. زاد بمقدار، زاد يعني زائد بمقدار 3 أمثاله يعني 3 ال، يطلع بكام؟ ب4 ال. إذا اختلفت ولا ما اختلفتش؟ اختلفت. طيب خد بالك بقى من كلمة بمقدار وإلى دي، خد بالك منها كويس جدا. تعالى كده نشوف عليها مثال كمان. لو قال مثلا زاد بنسبة كذا،
ال وزاد بنسبة، في باقي اهو، باقي يعني في اضافة بنسبة 60% من الاصلي، من الاصلي. طيب زاد بنسبة 60% من الاصلي، هو كان ال وزاد بنسبة 60%، يبقى كده ال في الحالة الثانية، ال في الحالة الثانية هتساوي القيمة الأصلية زائد نسبة الزيادة. مش هو زاد بكذا بمقدار بنسبة بجمع، خلاص؟ يبقى هنا كده عملنا عملية ايه؟ عملنا عملية جمع. لكن دي ضرب على طول، بضرب المقدار نفسه في الايه؟ في النسبة اللي هو زود بيها، يعني 3 أمثال 3 في ال على طول. لكن هنا بجمع مقدار ال3 أمثال زائد الأصلي. طيب زاد بنسبة كذا، يبقى ال الأصلية لازم تكون موجودة طالما قال باء، الباء ده حرف إضافة بمقدار أو بنسبة. طيب يبقى أنا لما أقول لك كان معاك مثلا $100 وزادوا بنسبة 20%، بقوا كام؟ بقوا 120. عملت ايه؟ جمعت ال 100 زائد ال 20. طيب لكن لو انا قلت لك كان معاك $100 بقوا 20، بقوا 20 وصلوا الى 20، كده زادوا ولا قالوا؟ قالوا. اذا في فرق بين الى وبمقدار. وركز، دي حته لغه عربيه ملهاش علاقه بالفيزياء قوي، هي ليها لغه عربيه تفهم بس هي معناها ايه. اذا زاد بنسبه كذا، فاقول الاصلي اللي هو ال زائد، ركز بقى في الحته دي عشان في طلبه كتير جدا ما بتعرفش تعمل النسبه، نسبه 60% من الاصلي، ادي 60% من الاصلي اللي هو ال. يبقى انا كده ده مقدار ايه؟ دي الزياده، ده مقدار ايه؟ مقدار الزياده. فمقدار الزياده زائد الاصلي يديك القيمه الثانيه طالما قال لك بمقدار او بنسبه. خلاص كده فهمنا ايه الفرق بين بمقدار والى. بمقدار زي بنسبه، تمام؟ طيب تطلع معاك لو حسبتها بواحد، ما هو ده بواحد ودي 60 على 100 اللي هي 6/10، يعني 1.6 ال. دي ال في الحاله الايه؟ الثانيه. طبعا الكلام ده بيبقى جوه اسئله، يعني هو مش بيجي سؤال عليه صريح يعني، ولكن هو بيبقى ايه؟ فكره من ضمن افكار السؤال، فانت لازم تكون عارفها كويس وفاهمها. خلينا نقول مثلا لو قل، يبقى ده دي اللي احنا اتكلمنا عنها دي كلها زياده. خلينا نقول ايه؟ نقصان او قل، يعني يقل بمقدار كذا. فمثلا هقول لك كان ال، انا بتكلم ال على طول عشان مشهور يعني طول السلك عندنا. ال خد بالك يقل الى الربع، يقل الى الربع، ماشي. وال مين ده؟ ماشي. ال ويقل بمقدار الربع. وركز كويس، فرق بينهم ايه؟ كلمة واحدة ولكن الإجابة مختلفة تماما. يقل إلى الربع، إلى اتنقل، هو كان ال يصبح كام؟ مش هو ال وقلل الربع يصبح ربع ال، ماشي. طب يقل بمقدار الربع، يقل بمقدار الربع، مش احنا قلنا بمقدار هجمع؟ تقول لي لا يا مستر هنا بيقل. فانت طالب ذكي بقى وتقول لي لا لما يقل هطرح مش هجمع. اذا لما يقول بمقدار ففيها جمع او طرح على حسب، لو زاد يبقى جمع، لو قل يبقى طرح. فهنا هيقول ايه؟ يقل بمقدار، يبقى كده ال في الحالة الثانية اصبح ربع ال، لكن ال هنا في الحالة الثانية قال لك يقل بمقدار، فايه كده؟ ال ناقص ربع ال، لان هو قل بمقدار الربع. خلاص؟ طيب ودي لو ترجمتها على مثال الفلوس هتلاقيها الموضوع بسيط يعني قلت لك كان معاك $100 قال له بمقدار الربع، يعني قل منهم 25 ويتبقى 75 اللي هو ال3/4. خلاص؟ لكن قال له الى الربع يعني بقوا 25 اللي هو الربع. فهمنا؟ يبقى كده ال 2 هتساوي ال اللي هي بواحد ناقص ربع، تطلع معاك كام؟ 3/4 ال. وكده ال في الحالة الثانية. كده عرفنا الفرق، والفرق ده في غاية الأهمية ويتوقف عليه حل أسئلة في الامتحان بعينها. بيجيب لك في الاختيارات يقل بمقدار ويقل إلى، أو يزداد بمقدار ويزداد إلى.
فخد بالك كويس جدا من النوع ده او الجزئيه دي، لان هي يعتبر مش في الفيزياء قوي، ولكن معتمده على تركيزي في قرايه السؤال. ندخل على الموضوع اللي بعده، كيفيه حل اسئله النسبه او القسمه نظريا. يعني ايه الكلام ده؟ احنا مثلا عندنا لو سالك سؤال بيقول لك مثلا النسبه بين حاجتين، مثلا قال سرعه الضوء الى سرعه الصوت. النسبه بين الاثنين دول، النسبه بين سرعه الضوء الى سرعه الصوت. عايز يعرف في الاجابات هل النسبه بينهم اكبر من الواحد، اقل من الواحد، تساوي الواحد. فعلى حسب ايه؟ هو مين اللي قاله الاول؟ قال سرعه الضوء الاول، واللي قاله في الحاله الثانيه سرعه الصوت. اللي قاله في الاول ده بيتحط في البسط، واللي قاله في الحاله الثانيه بيتحط في المقام. فانا ساعتها هكتب لك ايه؟ سرعه الضوء الى سرعه الصوت. طبعا احنا خدنا زمان كمعلومات عامه يعني ان سرعه الضوء اكبر سرعه في الكون، فاكيد سرعه الضوء الى سرعه الصوت اكبر من الواحد. ليه؟ لان انا بقسم كبير على صغير او على اصغر منه، فالنسبه تطلع اكبر من الواحد. طب لو احنا عكسنا وقلنا سرعه الصوت الى سرعه الضوء، تطلع النسبه اقل من الواحد، لان بقسم اقل على اكبر. فاذا خدها قاعده، لو البسط اكبر من المقام تبقى النسبة أكبر من الواحد. لو البسط أكبر من المقام تبقى النسبة إيه؟ أكبر من الواحد. العكس صحيح، يعني نكتب كده والعكس صحيح. إيه هو العكس يا عم؟ العكس لو البسط أقل من المقام تبقى النسبة أقل من الواحد. طب لو كميتين قد بعض يبقى النسبة بتساوي الواحد. يعني لو جيت قلت لك مثلا جسم سقط من ارتفاع كذا واصطدم بالأرض، كتلة الجسم في الحالة الأولى إلى الحالة الثانية، الكتلة أصلا مقدار ثابت، صح؟ طول ما الجسم طبيعته واحدة يبقى الكتلة ثابتة، فساعتها أقول لك إيه؟ الكتلة الأولى إلى الكتلة الثانية بتساوي الواحد. كده عرفنا إزاي تجاوب على أسئلة النسبة نظريا. يبقى اللي بيتقال في الأول في سياق السؤال ده، السؤال أهو، ده السؤال قال في الاول سرعه الضوء يبقى هي اللي في البسط. طب قال في الاول المسافه يبقى هي اللي في البسط ايا كان. يقول لك مثلا سؤال تافه يعني، النسبه بين المسافه الى الزمن تمثل ايه؟ السرعه، صح؟ طب هو عايزها اكبر من واحد اقل من الواحد، على حسب بقى المسافه بكام والزمن بكام. المهم كده عرفنا ازاي تجاوب على اسئله النسبه نظريا، ومن خلال المنهج هتعرف بقى اكتر الاسئله دي بستخدمها ازاي وبجاوب عليها ازاي. ندخل على الموضوع اللي بعده وهي المضاعفات والكسور. لو احنا مثلا قلنا مصطلح معين كده، سرعه الضوء، بتكلم عن سرعه الضوء كتير لان احنا بندرس الموجات والضوء في الفيزياء الحديثه عندنا في المنهج في اكتر من فصل. سرعه الضوء مثلا بتساوي 300,000 كيلو متر في الثانية. دي سرعة الضوء، سرعة كبيرة جدا. طيب الفيزياء مش بتحب تكتب الأرقام بالصورة دي. ليه؟ لأن أنت وارد تنسى صفر أو تقلل أو تزود صفر مثلا، هتطلع الناتج غلط، وكمان هتاخد وقت كبير إنك تكتب الأرقام دي كلها وأنت بتحسب. فإحنا بنعمل إيه؟ بناخد الرقم اللي هو التلاتة ده مثلا، أدي التلاتة، فكده ممكن تقول سرعة الضوء هتساوي 3 في عدد الأصفار دول كام؟ لو أنا قلت لك 10 أس 1 يبقى عدد الأصفار صفر، صح؟ اللي هو بيساوي 10 صفر 1. طب لو 10 أس 2 يبقى 100 اللي هم صفرين. طب 10 أس 3 يبقى 1000 اللي هو 3 اصفار. طيب دول كام صفر؟ 8 اصفار، يبقى هتقول 10 أس 8 متر على الثانية. وهي دي سرعة ايه؟ سرعة الضوء بالصيغة الأسهل. بدل ما اقعد اكتب بالرقم ده كله، لا احنا بنختصر المضاعفات للأرقام، يعني الأرقام الكبيرة دي بنختصرها في ايه؟ في صورة مصغرة. يعني مثلا قلت لك عندك المقدار ده اللي هو 500 مثلا، 550,000 مثلا، الرقم ده عايز اكتبه على صورة مصغرة. ف 550,000 دي ممكن اعد كده الارقام دي كلها، فاقول 5.5
ينزلوا زي ما هم، وعد 1 2 3 4 5 صح؟ لان انت نقلت العلامه 5 ارقام، يبقى هضرب في 10 اس كام؟ اس 5. يبقى كده الرقم ده مكافئ للرقم ده، بس الصوره دي صوره مصغره افضل من الصوره ايه؟ المضاعفه او المضاعفات الكبيره دي. ندخل بقى على الجزئيه اللي بعدها والاهم وهي الكسور. كده اتكلمنا عن المضاعفات، الارقام دي ازاي نصغرها او نختصرها في صوره ايه؟ مصغره، وده الاسهل طبعا. طيب لكن الرقم ده هو نفس الرقم ده، والرقم ده هو نفس الرقم ده، ولكن ايه؟ الصيغه المكتوب بيها الرقم مختلفه. طيب يعني بدل ما اكتب 1000 ممكن اكتب 10 اس 3. طب بدل ما اكتب مليون، كم صفر المليون؟ ربنا يوعدنا اياكم يعني. مليون اللي هو 6 اصفار، ممكن اكتب مختصر ده 10 اس 6 وهكذا. فانا اقدر ايه؟ اقدر اختصر الارقام الكبيره دي، المضاعفات الكبيره دي، في صيغه مصغره واحده بس. طيب تعالى بقى نتكلم عن الكسور. زي ايه؟ ابدا يا عمي من اول 1 من 10. 1 على 10 مش ده كسر؟ ممكن يتكتب بكام صيغه؟ 0.1 اللي هي 1 من 10. ممكن يتكتب ب10 اس سالب 1. اعمل ده على الآلة، وده وده هم نفس الرقم. طيب الواحد من 10، 1 على 10 هو الواحد من 10 هو ال10 اس سالب 1. ليه؟ لأن ال10 دي في المقام اس 1، تطلعها فوق تبقى اس سالب الأس اللي عليها تحت في المقام. يبقى لما تطلع فوق إشارة الأسس بتتغير. طيب تعال نشوف مثلا اللي هو 1 على 10 أو 1 على 100. 1 على 100 ده ممكن أقول عليه 1 على 10 أس 2 صح؟ ممكن أقول عليه 1 من 100 صح برضو، دي نفس الصيغة. ممكن أقول عليه 10 أس سالب 2. عارف بقى ال 10 أس سالب 2 دي بلغة الفيزياء اسمها سنتي، اللي هو جزء من 100. مش ده 1 من 100؟ يبقى جزء من 100. بلغة الفيزياء بنقول عليها سنتي. فالسنتي مش السنتي اعتقادك انت، اعتقادك لو قلت لك السنتي بيقيس ايه هتقول لي بيقيس الطول، لكن لا، هو السنتي جزء من 100 من المتر. فانا ممكن اقول لك ايه؟ سنتي متر، يعني 1 من 100 من المتر. طب سنتي جرام تنفع سنتي جرام. طب تنفع سنتي ثانية؟ تنفع برضو. كلمة سنتي معناها جزء من 100. ماشي. ممكن تقول 1 على 1000 اللي هي 1 على 10، فهمنا اللعبة بقى، على 10 أس 3 تساوي 1 من 1000 اهي. ممكن تساوي 10 أس سالب 3. طيب لو أنا قلت لك اللي فوق ده مش بواحد، 2 مثلا على 10 أس 3 هتطلع ازاي؟ هتطلع 2 وده يطلع فوق يبقى في 10 أس سالب 3. هي الرقم ده هو ده. هنا بس عشان ايه؟ اللي فوق 1 فكأنك ضربت في الواحد فتطلع نفس القيمة. القيمة دي اسمها ايه بقى؟ بلغة الفيزياء اسمها ملي. والملي هو جزء من 1000. والملي برضو مش بيقيس طول بس، انت ممكن تقول ملي جرام، ملي امبير، ملي متر. فينفع الملي يتقال على اكتر من كمية فيزيائية، مش شرط يقيس الطول بس. ممكن يجي الملي ده مع التيار، ممكن يجي الملي ده مع فرق الجهد، ممكن يجي الملي ده مع الكتلة، عادي مفيش مشكلة. اذا الجزء من 100 اسمه سنتي، والجزء من 1000 اسمه ملي، والجزء من 10 ده اسمه دي سي، بس مش عندنا في المنهج، مش بيجي عليه اسئلة يعني، ما تشغلش بالك بيه. طب لو قلنا 1 على مليون اللي هي 6 اصفار هتطلع معاك ازاي؟ هتقول لي 1 على 10 أس 6. ممكن تساوي، اطلع فوق يبقى 10 أس سالب 6. فالمقدار ده اسمه المايكرو، والمايكرو معناها جزء من مليون. والمايكرو برضو بيجي مع الأمبير ويجي مع الطول ويجي مع ممكن يجي مع المساحات برضو عادي مفيش مشكلة، ممكن يجي مع الكتلة. فالمايكرو والسنتي والملي دي أرقام عشرية، أجزاء. السنتي جزء من 100، الملي جزء من 1000، المايكرو جزء من مليون، وهكذا. طيب فاحنا كده عارفين الكسور بتتكتب بأكتر من صيغة. الكسور ممكن تتكتب بأكتر من ايه؟ من صيغة. والمضاعفات برضو بتتكتب، الأرقام الكبيرة بتتكتب بأكتر من صيغة، بس احنا بنفضل الصيغة الايه؟ المختصرة، زي الصيغة دي كده وزي الصيغة دي. طيب لكن دي ممكن تكتبها بأي صيغة، بس برضو في الفيزياء بنفضل الصيغة اللي هي 10 أس سالب أو 10 أس موجب، عادي مفيش مشكلة.
دي هنا 10 اس موجب عشان دي ارقام ايه كبيره، ودي ارقام صغيره تبقى 10 اس سالب. زي ما احنا وضحنا كده، المفروض بقى انك فاهم كويس ان الارقام دي كلها متساويه ومتكافئه. ندخل على اهم جزء عندك في الاساسيات وهي التحويلات. التحويلات الاساسيه دي في منها نوعين، التحويلات الصغيره والتحويلات الكبيره. طيب تعال نشوف كده التحويلات اللي احنا محتاجينها في المنهج. خلينا نبدأ بالتحويلات الصغيرة الأشهر. التحويلات الصغيرة اللي هي دايما هتحول طبعا للأساسي. مين الأساسي؟ مثلا المتر هي الوحدة الأساسية للطول. طب الكتلة بتتقاس بالكيلو جرام الوحدة الأساسية. طب الزمن بيتقاس بالثانية. طيب مثلا شدة التيار بتتقاس بالأمبير. فأنا دايما هيبقى عندي وحدة أساسية لازم أحول لها. فأنا عندي طول بالسنتيمتر، والله السنتيمتر ده مش بيشتغل معانا في المسائل، فاحنا هنحوله للمتر. فهحوله ازاي؟ ده اللي هنعرفه. طب عندي كتلة مثلا بالجرام، هحولها للكيلو جرام. عندي مثلا الزمن مثلا بالساعة، لازم احوله للثانية، وهكذا. يبقى انا عندي الوحدات او التحويلات الصغيرة اولها ناخد وحدة الكتلة او تحويلة الكتلة دي خاصة بالكتلة فقط، من جرام للكيلو جرام. زمان كانوا يقولوا لنا في اعدادي اقسم على 1000 لو جاي من الصغير للكبير، واضرب في 1000 لو من الكبير للصغير. كلام صعب كده، ولكن انا ممكن اختصرها واقول اضرب في 10 اس سالب 3 من الجرام للكيلو جرام في 10 اس سالب 3. خد بالك ان الكيلو جرام دي الاساسيه. طيب تعالى نتكلم بقى عن الوحدات الاساسيه بشكل عام، هحول لها ازاي من باقي القيم. يعني خلينا نبدا، دي خاصه بالكتله فقط، الكتله فقط. يعني مفيش حاجه اسمها الطول بيتقاس بالجرام، خلاص. فالجرام والكيلو جرام خاص بالكتله فقط. نيجي بقى الوحدات الاساسيه دي هحول لها ازاي من الوحدات الصغيره. هبدا اولا بالسنتي. السنتي اللي هي اختصارها كلمه سي او حرف سي يعني، ماشي. ده السنتي رايح للاساسي. مش السنتي قلنا جزء من 100، فتضرب في 10 اس سالب 2 اللي هي قيمه السنتي نفسها. طيب عندي الملي، الملي اللي هي ام سمول كده. الملي رايح للاساسيه، يعني مثلا يقول لك ايه التيار ده بملي امبير او 2 ملي امبير، يبقى لازم اخد الاثنين دي اضربها في التحويله عشان احول للامبير واروح للاساسيه. فالاساسيه دايما هي الوحده الاساسيه، زي الايه؟ زي ما قلت المتر، زي ما قلت الامبير، زي ما قلت الثانيه. ممكن وحده المتر على الثانيه دي الوحده الاساسيه للسرعه، وهكذا. طيب فانا هضرب في كام؟ في 10 اس سالب 3 اللي هي قيمه الملي في اللي هي المايكرو. المايكرو يعني ام متدلعه كده شويه. المايكرو وانا رايح للاساسيه، المايكرو كان جزء من مليون، هضرب في 10 اس سالب 6. في حاجه اسمها نانو. النانو دي جزء من مليار رايح للاساسيه، فهنضرب في 10 اس سالب 9. احفظ التحويلات دي. طيب في عندنا حاجه اسمها الانجستروم. انجستروم دي رايح للاساسيه اللي هي المتر. خد بالك بقى، مش احنا قلنا ان اللي فوق دي خاصه بالكتله فقط اللي هي الجرام للكيلو جرام؟ طبعا لو راجع هتضرب في 10 اس 3. اي سهم من دول لو راجع هتضرب في 10 اس موجب بدل السالب. طيب المهم الانجستروم دي هتتحول للمتر فقط، ودي خاصه بالطول فقط. يعني الانجستروم دي، بص، النانو والمايكرو والملي والسنتي ينفع يجوا مع الثانيه والامبير، ويجوا مع المتر، ويجوا مع الكتله، يجوا مع اي حاجه. لكن الانجستروم والجرام دول خاصين بالكتله فقط، ماشي. الكتله والطول فقط. اللي فوق بالكتله، وده ايه؟ وده بالطول، او خاص بالطول فقط يعني، ماشي. يبقى احنا كده حددنا دول عشان بس ايه تبقى فاهم احنا بنستخدم التحويلات في ايه. طيب نيجي بعدها في حاجه اسمها البيكو. البيكو برضو بتيجي مع اي حاجه، ودي وحده هتضرب عشان تحول، تضرب في 10 اس سالب 12. طيب في بعدها الفيمتو. فيمتو لو نسمع عن الفيمتو ثانيه بتاعت العالم الشهير احمد زويل. الفيمتو دي برضو ايه؟ هنحولها، دي وحده صغيره جدا، هنحولها نضرب في 10 اس سالب 15. دول اشهر التحويلات اللي عندنا في المنهج.
مفيش في الاغلب تحويلات تانية جت في التحويلات الصغيره دي خارج الجزئيه اللي احنا قلناها ووضحناها. طيب نيجي للتحويلات الكبيره. الطن هحولها للكيلو جرام، ودي برضو في كتله فقط زي اللي هناك دي. فهنا ايه؟ الطن للكيلو جرام دي الكتله فقط. ما ينفعش تقول لي مثلا طن متر، ايه ده؟ الطن ده وحده لقياس الايه؟ الكتله فقط. طيب هنضرب في كام الطن؟ في كام كيلو جرام؟ في 1000 كيلو جرام، يعني نضرب في 10 أس 3. الوحده دي خاصه بالايه؟ بالكتله فقط. طيب نكمل بقى وحداتنا العاديه. قلنا هنبدا بالهكتو. الهكتو دي زي ما قلنا هي عباره عن 100. كلمه هكتو يعني 100. ماشي. هتتحول للاساسي، فاحنا هنحول هنا للوحدات الايه؟ للوحدات الاساسيه. شغلنا هنا يتحول للاساسيه. ماشي. عشان احول للاساسيه الهكتو هضرب في 10 اس 2. ماشي. في بعد الهكتو الكيلو، والكيلو دي مشهوره جدا. لو قلت لك مثلا الكيلو جرام فيه كام جرام تقول لي 1000 جرام. الكيلو متر فيه كام متر؟ 1000 متر. يعني الكيلو عشان يتحول للأساسية هضرب في كام؟ في 1000. 1000 اللي هي 10 أس 3. طيب في بعد الكيلو ميجا. دي كيلو ودي ميجا، والميجا يعني مليون. فعشان احولها للأساسية هضرب في 10 أس 6. طيب في بعدها جيجا، والجيجا يعني مليار. جيجا يعني مليار. عشان احولها للاساسيه هضرب في 10 اس 9. في بعد الجيجا تيرا، وتيرا عشان احولها للاساسيه هضرب في 10 اس 12. دي وحدات ينفع تحول كيلو متر، كيلو ثانيه، كيلو جرام عادي مفيش مشكله. الميجا نفس الكلام، الجيجا، التيرا. اللي فوق دي خاصه بالكتله فقط. كده دي التحويلات اللي عندنا هتحفظها، وهناخد كم مثال دلوقتي على التحويلات تعرف ازاي بنحول وازاي بستخدمها. لكن طبعا لما نخش في المنهج واسئلته هتعرف اكتر ازاي بستخدم التحويلات. فالسبوره دي السبوره اتويل تنفعك في كل فروع الفيزياء اللي جايه وكل دروس الفيزياء. سيفت وذاكرها كويس. ناخد كم مثال كده على التحويلات. اول حاجه بيقول هنا 7 في 10 اس سالب 2 سنتيمتر، عايز يحول للوحده الاساسيه. اكيد ده بيقيس طول سنتيمتر. مين الوحده الاساسيه للطول؟ المتر. فانا هحول الرقم ده لايه؟ للمتر. فانا هقول ايه؟ هقول 7 في 10 اس سالب 2 الرقم زي ما هو، والسنتي عشان احولها للمتر بضرب في 10 اس سالب 2. انا بقى حفظت الايه؟ حفظت الخريطه دي كده، وعارف ان من السنتي للمتر الاساسيه هضرب في 10 اس سالب 2. هروح ضارب في كام؟ في 10 اس سالب 2. ال 10 اس سالب 2 دي بتاعت التحويله، ودي بتاعت المساله. ماشي. ضربناهم في بعض تطلع معاك 7 في 10 اس سالب 4 متر. كده ايه؟ حولنا من سنتي للوحده الاساسيه اللي هي المتر. طيب نيجي هنا بيقول لك 6 من 10 ميجا ثانيه، عايز يحول للوحده الاساسيه. طب هي الوحده الاساسيه للزمن مش دي ثانيه؟ الوحده الاساسيه للزمن هي الثانيه. فانا عايز احول الميجا للثانيه. يبقى الميجا دي من الوحدات الكبيره، يعني المليون. الميجا يعني مليون. فانا هاخد ال6 من 10 زي ما هي، هحول من ميجا للثانيه. هشيل الميجا واحط قيمتها اللي هي 10 اس 6 في الثانيه. اعملها على الاله عشان تتظبط شكلها، تطلع معاك 6 في 10 اس 5 ثانيه. يبقى احنا كده حولنا من الميجا للوحده الاساسيه اللي هي الثانيه بالنسبه للزمن. يبقى ده هنا كان طول وده كان ايه؟ كان زمن. ماشي. نيجي لدي بقى. دي غريبه شويه. ليه؟ لانه عايز يحول من وحده لوحده. وخد بالك هي دي نادره في منهج ثالثه ثانوي، ولكن ممكن تلاقيها في بعض الاسئله في الكتب الخارجيه. فاعرفها كمعلومه. هو عايز يحول من تحويله لتحويله. ملي جرام والمايكرو جرام. هو عايز يحول من الملي جرام لايه؟ للمايكرو جرام. هقول لك بقى على قاعده كده ممكن تستخدمها هنا وهنا وهنا وفي كله. هقول لك ايه؟ المقدار بالوحده المطلوبه. المقدار بالوحده المطلوبه هيساوي ايه؟ المقدار نفسه. ماشي. مضروب فيه
اللي انت عايزه على اللي جاي منه. تقول لي مش فاهم حاجه، تعالى نفهم ونطبق. انت عايز المقدار بوحده الميكروجرام، خلاص يبقى ده المطلوب، سميه اكس، يساوي القيمه اللي معاك في اللي انت عايزه على اللي جاي منه. القيمه اللي معايا بكام؟ ب5. في اللي انا عايزه بكام؟ المايكرو، صح؟ المايكرو ده اللي هو انت عايز تحوله ب10 اس سالب 6، يبقى المايكرو هضرب في 10 اس سالب 6. كده انا ضربت في اللي انا عايز احوله اللي هو مين؟ المايكرو، على اللي جاي منه. انا جاي من مين؟ من الملي ورايح للمايكرو، فاللي جاي منه هو الملي اللي هو 10 اس سالب ايه؟ اس سالب 3. لو عملتها هتطلع معاك 5 في 10 أس 3 مايكرو جرام. وكده انت حولت من الملي للايه؟ للمايكرو. جربها بقى عندك في اي تحويله من تحويله لاخرى، هتلاقي نفسك ايه؟ هتلاقي نفسك بتوصل لنفس النقطه، بس بايه؟ بنفس القانون او العلاقه اللي انا قلتها لك. المقدار بالوحده المطلوبه يساوي المقدار نفسه في اللي انت عايزها على اللي جاي منها كوحدات. طيب تعالى بقى نشوف الموضوع اللي بعده. ندخل على تحويلات المساحة وتحويلات الحجوم. دي سهلة جدا ومفيهاش أي تفاصيل كتيرة. الأشهر عندنا في تحويلة المساحة من سنتيمتر مربع. طبعا المساحة دي حصل ضرب بعد في بعد، يعني عبارة عن إيه؟ عن بعدين أو طولين مضروبين في بعض. سنتيمتر مربع تربيع ده عشان المساحة، هحولها للمتر مربع. مش السنتي ده اللي هو 10 أس سالب 2، طب عليه تربيع يطلع معاك 10 أس سالب 4. فانت عايز تحفظها 10 اس سالب 4 على طول مفيش مشكله. عايز تقول 10 اس سالب 2 تربيع برضه مفيش مشكله. المهم ان انا بضرب من سنتيمتر مربع لمتر مربع، بضرب في 10 اس سالب 4. زيها برضه الملي متر مربع، هحولها للمتر مربع اللي هي وحده المساحه الاساسيه. الملي اللي هو كام؟ 10 اس سالب 3 عليه تربيع، يبقى تساوي 10 أس سالب 6. ماشي. برضو ايه؟ ضرب. لما اجي احول من المليمتر مربع للمتر مربع اضرب في 10 أس سالب 6. احفظ الرقم ده على طول، اسهل يعني. ليه 10 أس سالب 4 و10 أس سالب 6؟ اسهل بدل ما تقعد تعمل التربيع والكلام ده. طيب في مثلا المايكرو متر مربع رايح للمتر مربع، هضرب في كام؟ المايكرو اللي هي 10 أس سالب 6 تربيع، تبقى 10 أس سالب 12. فهتضرب في 10 أس سالب ايه؟ أس سالب 12 عشان تحول من مايكرو متر مربع لايه؟ للمتر مربع. طيب تعالى بقى نشوف تحويلات الحجم. تحويلات الحجم من سنتيمتر مكعب، الحجم 3 أبعاد، طول في عرض في ارتفاع، فده متر في متر في متر يبقى متر مكعب. هتحول من السنتيمتر مكعب للمتر مكعب. السنتيمتر طبعا هتضرب في 10 أس سالب 2، ده السنتي وعليه تكعيب، يبقى 10 أس سالب 6. يبقى أنا على طول هحفظ إن التحويلة من الحجم من سنتيمتر مكعب لمتر مكعب 10 أس سالب 6. طيب في اللي هي الملي متر مكعب رايح للمتر مكعب، فهضرب الملي اللي هي 10 أس سالب 3 عليها إيه؟ تكعيب، يبقى تضرب في 10 أس سالب 9. دي الإيه؟ الملي متر مكعب. طبعا الملي متر مكعب للمتر مكعب كحجم، ماشي، هيساوي او هتضرب في 10 أس سالب ايه؟ أس سالب 9. طيب خلينا كده نشوف الثالثه مع انها نادره جدا، اللي هي ايه؟ اللي هي المايكرو متر مكعب، هحولها للمتر مكعب، هتضرب في 10. ادي المايكرو اللي هو 10 أس سالب 6 عليه ايه؟ تكعيب، يبقى 10 أس سالب 18. من المايكرو متر مكعب للمتر ايه؟ مكعب، هتساوي 10 أس سالب 18 او هتضرب في 10 أس سالب 18. كده عرفنا تحويلات المساحه والايه؟ والحجوم. وكده خلصنا فقره التحويلات. ندخل على الاشكال الهندسيه المهمه عندنا في المنهج، المربع والمستطيل والدايره. هنتكلم عن المحيط والمساحه، وطبعا الحاجات دي اغلبكم هيكون عارفها، بس احنا ايه؟ لازم نقول كل حاجه احنا محتاجينها. حد سقط حاجه، حد نسي حاجه، لازم نسترجع الكلام ده. طيب المربع يا بيه محيطه، المحيط هو الاطار الخارجي، طول الاطار الخارجي للشكل. يعني انا عندي الاطار الازرق ده هو المحيط، تمام؟ محيط المربع. طيب فالاطار ده هو المحيط، اجمع اطواله يديك ايه؟
يديك المحيط كله. طب الطول ده ال وده ال وده ال وده ال، احنا عارفين ان المربع اطواله متساويه، اطلاعه متساويه، يبقى محيطه مجموعهم اللي هم كام ضلع؟ 4، يبقى المحيط بيساوي 4 ال. ماشي، 4 في طول الضلع. طب المساحة هي المحصورة داخل الإطار ده اللي هي بالأحمر دي هي مساحة الإيه؟ مساحة المربع. طيب المساحة دي تساوي إيه؟ مساحة المربع الطول الضلع في نفسه، اللي هو الطول في العرض بشكل عام، بس المربع طوله هو عرضه، فبالتالي هضرب ال في ال تطلع معاك ال تربيع، ال ده اللي هو طول الضلع، يبقى كده عندي إيه؟ المربع مساحته ال تربيع أو ال في ال أيا كان، عايز تقول ال في ال ماشي، عايز تقول ال تربيع مفيش مشكلة. ده كده المربع. المستطيل، المحيط هو مجموع الإطار أو أطوال الإطار الخارجي، أدي طول وأدي إيه؟ عرض. طيب أنا عندي طول وعرض وطول وعرض، فإحنا كنا بنقول إيه؟ ال زائد ال ودبليو زائد دبليو، ال ده اللي هو الطول ودبليو الويتس اللي هو العرض. طيب ال زائد ال يعني 2 ال و2 دبليو، فإحنا كنا بنقول إيه؟ المحيط زمان في ابتدائي كنا بنقول 2 في الطول زائد العرض، او كنا بنقولها كده الطول زائد العرض في 2، ده محيط الايه؟ المستطيل، او مجموع اطوال الاضلاع. ريح دماغك لما يقول لك المحيط اجمع اطوال الاضلاع. طب المساحه، مساحه المستطيل اسهل مساحه الطول في العرض، فاحنا هنضرب ال في دبليو، الطول في العرض. ماشي، نيجي للدايره. احنا عندنا درس في المنهج اسمه الملف الدائري، وعندنا في اول درس في المنهج الاسلاك، بنتكلم عن الاسلاك اللي مقطعها في الاغلب دائري، فمهم جدا بالنسبه لنا الدايره كمحيط وكمساحه. الدايره محيطها ايه؟ احنا عندنا الاطار الخارجي ده هو الدايره، طبعا اللي بداخل المحيط زي ما قلنا هي المساحه، فدي مساحه الايه؟ مساحه المستطيل المظلله بالاحمر دي. طيب الدايره الاطار الخارجي ده اسمه المحيط، تمام؟ بيقول على المحيط ده ايه؟ طول اللفه. خد بالك محيط الدايرة بيسمى اسم تاني في الأسئلة وما تنساهوش، طول اللفة أو طول الدايرة، تمام؟ المحيط كان بيساوي زمان ولسه دلوقتي برضو نفس الكلام، مغليش ولا حاجة، ب2 باي ار. طيب المحيط بيساوي كام؟ 2 باي، طبعا الباي اللي هي 3.14 في الار، الار ده اللي هو نص قطر الايه؟ نص قطر الدايرة اللي هو الراديوس. طيب ده كده بالنسبة للمحيط. المساحة كانت بتساوي باي ار تربيع، باي في نص القطر ايه؟ تربيع. وطبعا المساحه جوه الدايره هي المساحه المحصوره دي، تمام؟ كده عرفنا ايه؟ المحيطات والمساحات للاشكال الهندسيه الهامه بالنسبه لنا في المنهج. ندخل على الجزئيه اللي بعدها، الدوال المثلثيه. المثلث القائم عندنا لازم تعرف الدوال بتاعته، الساين والكوزاين والتان. المثلث القائم احدى زوايا قائمه والزوايا التانيين مجموعهم 90 درجه، ده شكله اهو. فعندنا الزاويه دي مثلا ليها 3 اضلاع، الاول اللي قصادها ده اسمه المقابل، وده الوتر طبعا، وده المجاور للزاويه اللي جنب الزاويه. طيب الساين اللي هي كانت بالعربي الجا كانت بتساوي المقابل على الوتر، فالساين كانت بتساوي المقابل على الوتر، ما تنساش الكلام ده. طيب الكوزاين اللي هي الجتا، والجتا كانت بتساوي المجاور على الوتر، ادي المجاور على الوتر. ماشي. طب التان اللي هي الظا بالعربي كانت بتساوي المقابل على المجاور، كانت بتساوي المقابل على المجاور. تعرف برضو ان الجا تان الزاوية ممكن تساوي الساين على الكوزاين، ساين الزاوية على كوزاين الزاوية. تقول لي جت منين دي؟ تنفع يعني استخدمها في المسائل؟ ايوه تنفع. تعال نقول لك جت منين بسرعة، مع انه مش مهم قوي بس يفضل تفهم. طيب التان تساوي الساين اللي هي اهي، هفك الساين اللي هي مقابل على وتر، ماشي، على الكوزاين اللي هي مجاور على وتر. بص بقى، اقلب العلى ضرب واقلب الكسر، وده شرعا في الرياضه يجوز. يعني ايه؟ يعني ما اقول لك 2 على نص، عارف ينفع تعملها ازاي؟ ينفع اقول 2 في مقلوب النص اللي هي 2 على 1، عادي ينفع. طيب فالمهم كده ايه؟
لو قلنا هنقلب دي تبقى تان الزاويه تساوي المقابل على الوتر زي ما هو، مقابل على الوتر زي ما هو في مقلوب ده اللي هو الوتر على المجاور. الوتر هيروح مع الوتر يبقى لك مقابل على مجاور اللي هي ايه؟ التان. دي بس لو عايز تعرف جت منين، لكن يكفيك طبعا ايه الكلام ده، هو ده اللي احنا عايزين نعرفه ونأكد عليه. خلاص، يبقى احنا كده عرفنا الزاويه دي بتتكلم عن المقابل والمجاور والوتر ازاي بالنسبه لها، وكمان الدوال المثلثيه للمثلث القائم. ندخل على محصله متجهين. احنا عندنا في بعض الاسئله في متجهات او كميات متجه في المنهج يعني. طيب، فاحيانا بيكون في متجهين مع بعض عكس بعض متعامدين بينهم زاويه. فالثلاثه المشهورين عندنا في الاسئله اذا كان المتجهان في نفس الاتجاه، هعتبر مثلا المتجهات دي قوه، فاحنا عندنا جسم بيتشد من هنا بقوه 5 نيوتن وبقوه كمان معاه ب7 نيوتن. كده المتجهين دول بيأثروا في الجسم في اتجاه واحد، فكده الجسم ده يتأثر بقوة محصلة مقدارها كام؟ مقدارها مجموع القوتين اللي هو 12 نيوتن. فاحنا إذا كان المتجهين في نفس الاتجاه، الاثنين ماشيين شرطا مع بعض غربا مع بعض لأعلى لأسفل، إذا كان المتجهين في نفس الاتجاه هسمي مثلا المتجه الأول ده إيه؟ المتجه الثاني بي، المتجه الثالث سي اللي هو المحصلة. فالمحصلة سي هتساوي مجموع المتجهين A و B. طبعا الاتجاه دايما في اتجاههم، هو كده ايه؟ الاتجاه معاهم هما الاثنين، اتجاه الحركه يعني. طيب، هنا لو كان المتجهين متضادين، يعني انا عندي ال7 نيوتن شرقا وال5 نيوتن غربا. كده المحصله فين؟ ادي الجسم اهو هيتحرك بمحصله تجاه اليمين ب2 نيوتن اللي هو طرح ال7 ناقص ال2. طيب، الاثنين دي جت من طرح الاثنين. طيب، ليه راحت في اتجاه اليمين او الشرق مش الغرب؟ هقول لك لان دايما اتجاه المحصله مع القوه الاكبر طالما هم عكس بعض، وحتى لو مع بعض هم كده الاثنين في نفس الاتجاه، لكن هنا ايه؟ لو عكس بعض يبقى المحصله سي هتساوي ايه اللي هي الكبيره مثلا، دي كانت صغيره ماشي خليها بي ناقص ايه، ايا كان الكبير ناقص صغير ناقص بي على حسب دي اكبر من دي مثلا. طيب، المحصله كده هتكون في اتجاه المتجه الاكبر في القيمه. المحصله في اتجاه المتجه الايه؟ الاكبر. طيب، لو كان المتجهين متعامدين، يعني مثلا معايا الجسم اهو بيتاثر بقوه من هنا مثلا ب3 نيوتن ويتاثر بقوه من هنا ب4 نيوتن، المحصله جمع ولا طرح؟ اقول لك لا، ده المحصله هتكون عباره عن وتر في مثلث قائم. ليه؟ ما هي الزاويه لو هنا يبقى ده المقابل ليها اللي هو الصادات، والسينات هو المجاور ليها، فده يعتبر المحصله. متجه المحصله هنا وده اتجاه الحركه كمان هيكون محصور بين المتجهين دول. يعني مثلا قلت لك ده الشرق وده الايه؟ الشمال مثلا، يعني يبقى متجه المحصله شمال شرق اللي هو في المنطقه المحصوره بينهم دي. وزمان في اولى ثانوي في المنهج اللي اتلغى يعني للاسف كانوا بيعلمك ازاي تحسب الزاويه اصلا اللي يميل بيها متجه المحصله على محور السينات او الصادات، وكان بيديك درس في غايه الاهميه اسمه المتجهات، بس يا خساره المناهج اتلغى منها جزء مهم جدا في اولى ثانوي. طيب، اذا كان المتجهان متعامدين بالشكل ده فهتقول اتجاه المحصله او قيمه المحصله، اتجاهها خلاص عرفناه. المحصله كان بيساوي جمع هنا اسمه جمع اتجاهي اللي هو فيثاغورس. طالما متعامدين عايز تحسب الوتر ده في المثلث بتحسبه ازاي؟ يعني في الحته اللي فاتت دي انا عايز احسب الوتر هيساوي الجذر التربيعي للضلع المقابل تربيع زائد المجاور تربيع. ده اللي كان بيحصل فين؟ في نظريه فيثاغورس، سميهم بقى اكس وواي براحتك يعني. طيب، فاحنا كده المحصله برضو هتتحسب بنفس الطريقه، A تربيع زائد B تربيع، الجمع اللي اسمه جمع اتجاهي او جمع متجهات. كده عرفنا محصله الايه؟ المتجهات اللي هنتعامل معاها في المنهج، هو يا اما في نفس الاتجاه يا في عكس الاتجاه يا متعامدين. طبعا هيبقى في فكره في المساله، ولكن دي برضو ايه؟ فكره اساسيه من ضمن الافكار اللي بتكون في المسائل. طيب، نيجي كده نتعلم ازاي نطلع مجهول من معادله، وهنعمل لحضرتك فيديو صغير دقيقة أو دقيقتين كده لوحده خالص يعلمك ازاي تحل المجهول من المعادلة بالآلة، مجهول واحد من الدرجة الأولى، معادلة من الدرجة الأولى.
هنعلمك ازاي تحسبها، لان كل مسائل الفيزياء اكيد بيقول لك احسب كذا، احسب مجهول من المعادله دي، فانت كده كده هتطلع المجهول شئت ام ابيت، ان كان بايدك رياضيا يا اما بالاله. هنعلمك الاثنين. هنا هنعلمك رياضيا وبالاله، يعني ايه؟ هنبعت لك الفيديو تذاكره تتدرب على الاله، بس هي الات معينه مش كل الالات ينفع تعملها. طيب هنا مثلا احنا عايزين الاكس اللي هو المجهول س مثلا. طيب احنا ممكن اكتر من طريقه، ممكن اقول لك ايه؟ نفك القوس ده، الطالب المتسرع يعني 3 اكس، يلا نحل بقى على طول. 3 اكس، الثلاثه دي مضروبه في الاكس مره، و3 في 2 زائد 3 في 2 ب6 تساوي 12. ماشي. ممكن نودي ال6 بعكس الاشاره، تبقى 3 اكس هتساوي 12 ناقص 6 تطلع معاك ب6، يبقى الاكس هتساوي 6 على 3. اقسم اللي بره، مش انا عايز الاكس، تقسم اللي بره على اللي جنبه، اللي انا عايزه اقسم على اللي جنبه، وخد بالك ما تنساش دي، انا عايز اكس اقسم اللي بره على اللي جنبها. طيب يبقى اكس بتساوي 6 على 3 تطلع ب2 مثلا، كده جبنا قيمه الايه؟ الاكس. دي طريقه. في طريقه ثانيه اسهل انا من وجهه نظري، يعني ايه هي؟ ان انا اقدر اجيب القوس ده لوحده عن طريق ان اقسم 12 على 3، فاقول 12 على 3 تديني القوس اللي جنبها اللي هي اكس زائد 2. حلو. 12 على 3 ب4. ماشي. وهتودي لها 2 بعكس الاشاره تبقى -2 بتساوي الاكس، يبقى كده 4 ناقص 2 يبقى الاكس هتساوي كام؟ هتساوي 2. دي صح ودي صح، حل باي طريقه، المهم ان انا اوصل للاجابه، الرياضه ما فيهاش خلاف يعني. طيب نيجي هنا، انا عايز الاكس من القيمه دي، عادي ممكن تعمل مقص وتقول ايه؟ 5 اكس زائد 5 في 2. 5 في 2 بكام؟ ب10 بالمره يعني. ماشي. يبقى الخمسه مضروبه في الاكس مره ومضروبه في الاثنين. طيب يبقى 10 بتساوي ال10. حلو قوي. ودي ال10 دي بعكس الاشاره، 10 ناقص 10 بكام؟ بصفر. يبقى 5 اكس بتساوي كام؟ صفر. يبقى الاكس هتساوي صفر. حلو. دي طريقه. طيب طريقه كمان ايه هي؟ وخدها مني دي قاعده وما تنساهاش. طالما انت عايز المقام، اقسم اللي فوق على اللي بره. اللي فوق اللي هو البسط على الايه؟ على الناتج. فانا هقول ايه؟ هقول المقام اللي هو اكس زائد 2 هيساوي ايه؟ اقسم 10 على 5، ادي 10 على الايه؟ على الخمسه. طيب ودي 10 على 5 بكام؟ ب2، يبقى ودي الاثنين دي بعكس الاشاره تبقى الاكس هتساوي 2 ناقص الاثنين اللي هتروح لها بكام؟ بصفر. نيجي للمثال الثالث ده. هنا الاكس موجوده في الطرفين وعايز قيمتها. ماشي. ممكن نعمل مقص كده ونقول مثلا حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، فاحنا هنقول 2 في 2 اكس يعني 4 اكس، و2 في -1 بسالب 2 تساوي 4 في 2 اكس ب 8 اكس، و4 في 3 ب 12 او موجب 12. ماشي. هتودي الاكس مع الاكس وتجيب الرقم مع الرقم. حلو قوي. يبقى كده ال4 اكس هتروح بالسالب مع ال8 اكس يطلعوا 4 اكس تساوي ال 12 دي موجبه هنا تيجي هنا بالسالب يبقى سالب 14. حلو. السالب 12 وسالب 2 تبقى سالب 14، يبقى الاكس هتساوي سالب 14 على الاربعه، ادي سالب 14 على ايه؟ على الاربعه، او ممكن تقول سالب 7 على الاثنين. سالب 7 على الاثنين اللي هي كام؟ 3.5 او سالب 3.5. فكده احنا بس بنتعلم ازاي نطلع مجهول المعادله يدويا. ده لازم ولابد تكتسب بعض المهارات دي بقى، والاضافه ليها بقى براحتك انت يعني. كل مساله كده حاول تكتسب منها مهاره في الرياضه، وما تخليش الآلة هي تكون الملجأ الوحيد ليك. يعني احنا هنبعت لك فيديو الآلة، بس برضه يفضل تكون عارف الحاجات دي يدويا. ليه؟ لأن أحيانا في الامتحان بيجيبها لك بدلالة المجاهيل، فيعني يقول لك الاكس بتساوي كام من كذا، كام من واي مثلا، فانت كده مش هتعرف تحطها على الآلة لأن هو عايزها بدلالة المجهول، فمضطر تحلها رياضيا. فتعلم الحتة بتاعت الرياضة دي هتفرق معاك كتير في المستوى. تعالى كده نحل كم مثال بقى على الكلام اللي احنا حكيناه كله من البداية للنهاية. أول حاجة بيقول أي من الآتي يعتبر كمية فيزيائية حسب تعريفها في الفيزياء. طبعا دي مش أسئلة في المنهج زي ما أنا قلت لك في المقدمة، ولكن هي أسئلة بس بتعرفني أنا استفدت إيه من الكلام اللي فات ده. طيب أي من الآتي يعتبر كمية فيزيائية حسب تعريفها في الفيزياء. أنا قلت لك يعني إيه كمية فيزيائية؟ يعني الحاجة اللي بتتقاس.
الحاجة اللي بتتقاس 5 كيلو جرام، لا دي عملية قياس. 5 ده عدد ملوش معنى، كيلو جرام دي وحدة القياس. الكتلة ايوه هي دي اللي بتتقاس، فاحنا عندنا الكمية الفيزيائية هي ايه؟ هي الكتلة. السؤال اللي بعده بيقول اذا كان نص قطر ذرة الهيدروجين بيساوي الرقم ده نانومتر فانه يكافئ انهي ارقام من الاختيارات؟ طيب نانو دي تحويلة، فاحنا هنقول 53,000 نانو. هنرجع للتحويلات اللي انا قلت لك احفظها، كانت بتساوي -9، 10 أس -9. حلو، بصينا في الاختيارات ما لقيناهوش. بس عارف لو انت بتفهم شويتين تنقل العلامه هنا على اليمين، كل ما تنقل العلامه اللي على اليمين الاس ده يقل، يعني هيبقى -10. تقول لي ايه ده؟ -10 ازاي مثلا؟ مش انت قلت هيقل؟ هقول لك ما هو فعلا هقل، ما هو -9 اكبر من -10. فانا لو قلت لك بص انقل العلامه رقم واحد بس، تبقى 5 او 53 من 100 في 10 أس -10. طب انقلها رقم كمان، يعني هاتها هنا تبقى 5 و3 في 10 أس -11. طب انقلها رقم كمان تبقى 53 في 10 أس -12 وهكذا. طب لو زودت لها صفر تبقى 530 في 10 أس -13. ثق تماما ان دول نفس الرقم، هم. طب انت مش متاكد ومش واثق فيا، اكتب طرح اي رقم من دول ناقص الاخر هيطلع بصفر على الاله، ده معناه ان هم متساويين، صح؟ فكده انا بنقل الارقام. لو هتنقل العكس يبقى الاسس هتتحول. يعني ايه؟ يعني انا لو طلعت هنا وقلت لك في هنا صفرين، مش صفر واحد بقى، صفرين اهم، و5 3 بس هتضرب في 10 أس -8 جدع، يبقى كده ده نفس الرقم. كل دي ارقام متكافئه، ما عليك بس غير انك تفهم. طب انت محتار، خد الرقم اكتبه على الاله. فلو بصينا بقى على الاختيارات كده هتلاقي جميع ما سبق موجود عندنا، كل دول موجودين وضيف كمان عليهم. طيب السؤال اللي بعده بيقول في الشكل المقابل علاقه بين س وصاد، فاذا قلت قيمه صاد فان قيمه س هيحصل لها ايه؟ هي دي علاقه ايه؟ علاقه طرديه يا مستر. طيب خلاص، مش الطردي ده قلنا تناسب متشابه، يعني لو س قلت صاد هيحصل لها ايه؟ اذا قلت قيمه صاد فان قيمه س هيحصل لها ايه؟ هتقل برضه. علاقه ايه؟ علاقه طرديه، والاجابه د. سؤال رقم 4 في الشكل المقابل علاقه بين س وصاد، فان الميل قد يساوي كام؟ هو ما قالكش الميل يساوي كام، لانه مش مديك حاجه تحسب منها الميل، ولكن هو بيقول لك قد يساوي كام، يعني موجب ولا سالب ولا صفر. فدي علاقه ايه؟ علاقه تناقصيه، والعلاقه التناقصيه ميلها زي ما قلنا من شويه واكدنا ميلها سالب، فقد يساوي -2، قد يساوي اي سالب يعني عادي، سواء مفيش غير -2 في الاختيارات. السؤال اللي بعده بيقول قوتان تؤثران في نفس الجسم، الأولى 5 نيوتن شرقا والثانية 7 نيوتن غربا. يعني أنا عندي جسم الأولى بتأثر عليه ب5 نيوتن والثانية بتأثر عليه ب7 نيوتن غربا، فإن محصلة القوة المؤثرة على الجسم تساوي، مش دول عكس بعض؟ يبقى المحصلة سميه اكس مثلا، ده المحصلة يساوي طرح الكبيرة ناقص الصغيرة، هيطلع معاك ب2 نيوتن، بس في اتجاه ايه؟ في اتجاه القوة الأكبر، والقوة الأكبر هي ال7 وكانت في اتجاه الغرب، فبالتالي هتبقى 2 نيوتن ايه؟ غربا، والإجابة ج. سؤال رقم 6 بيقول قوتان تؤثران في نفس الجسم، الأولى 3 نيوتن شرقا والثانية 4 نيوتن غربا. سوري شمالا، أنا رسمتها صح. يبقى الأولى 3 نيوتن شرقا والثانية كام؟ 4 نيوتن شمالا. فإن محصلة القوة على الجسم، طبعا دول متعامدتين اهو، الشرق عمودي على الشمال، فبالتالي القوتين متعامدتين يبقى عمو فيثاغورس، فالمحصلة هتساوي الجذر التربيعي 3 تربيع زائد 4 ايه؟ 4 تربيع، تطلع معاك ب5 نيوتن. طيب واتجاهها فين؟ هتبقى بينهم كده، ده اتجاه المحصلة، فاتجاه المحصلة هيكون في الاتجاه ده 5 نيوتن في اتجاه شمال شرق، يبقى كده الإجابة هتكون ايه؟ هتكون ج. السؤال اللي بعده رقم 7 بيقول قد يكتب الرقم 20,000 على أنهي صورة؟ أنا هقول لك 2 دول كام صفر؟ 4، يبقى 2 في 10 أس 4، مش قلنا الكلام ده؟ طب ممكن يكون 20 في 10 أس 3 ينفع. طب ممكن يكون 200
في 10 أس 2. أيوه برضه مش دول 4 أصفار، دول 2 ودول 2، دول 3 و1 ودول إيه؟ 4. يبقى ده ينفع، كل ده ينفع. طيب 10 أس 4 لا طبعا. 2 في 10 أس 3 تنفع. لا 20 في 10 أس 3 يبقى دي ما تنفعش. ماشي. 20 في 10 أس 3 أيوه هي دي اللي تنفع. وهنا 2 في 10 أس -4 لا. عارف 2 في 10 أس -4 امتى؟ لما يكون 2 على ايه؟ على 10000. دي تطلع 2 في 10 أس 4. ليه؟ ما هو دول 4 يبقوا أس 4 تحت، يطلعوا فوق يبقى 2 في 10 أس -4 عشان طلعت فوق. من المقام للبسط بتاخد ايه؟ إشارة أو سالب الأسس. طيب السؤال رقم 8، إذا كانت قيمة واي 20 ثانية ده زمن، وإكس 20 كيلو جرام دي كتلة، فإن إكس زائد واي. لو أنا سألتك سؤال قلت لك مثلا 20 دولار و5 كيلو طماطم يساوي كام؟ تقدر تقول 25. أنت جمعت إيه زائد إيه؟ جمعت قيمة فلوس و5 كيلو طماطم كتلة. طيب لو أنا قلت لك مثلا 3 متر زائد 2 كيلو جرام خيار مثلا، يبقى كده تقدر تجمع الاثنين دول؟ لا. تقول يا مستر انا حاسس ان الحاجه دي ملهاش معنى. ايوه ما هو لا يمكن جمعهم لانهم مش من نفس النوع. فطالما حاجتين مختلفتين في النوع، كميات فيزيائيه مختلفه، خد بقى النصيحه دي، لا يمكن جمعهم او طرحهم. لا يمكن جمع او طرح الا الكميات الفيزيائيه المتشابهه. ينفع اطرح كتله ناقص كتله، طول ناقص طول، ارتفاع ناقص ارتفاع، زمن ناقص زمن، لكن ما ينفعش، وينفع اجمعهم طبعا، لكن ما ينفعش اجمع كتله مع زمن. فهنا كده لا يمكن ايه؟ لا يمكن جمعهم. طب يمكن ضربهم؟ يمكن قسمتهم. يبقى الكميات الفيزيائيه المختلفه لا يمكن جمعهم او طرحهم، ولكن يمكن ضربهم او قسمتهم. زي مثلا السرعه تساوي المسافه على الزمن، فالمسافه مختلفة عن الزمن واتقسموا على بعض وادوني ناتج اهو، صح؟ اللي هو السرعة. فطالما كميات مختلفة ينفع يتقسموا او يتطرحوا، يتقسموا او يتضربوا، لكن جمع وطرح لازم كميات ايه؟ متشابهة. كده الحمد لله خلصنا محاضرة الاساسيات او القدر الاهم اللي احنا عايزينك تعرفه عن الاساسيات. لكن في معلومات زي ما قلت لحضرتك وقتها هنقولها في الدرس، لاني لو قلتها دلوقتي انت هتعرفها بس هتقعد فترة كبيرة ما تشوفهاش، فطبيعي هتنساها. فاحنا عايزينها وقتها ان شاء الله نبقى نفكرك بيها. لكن دول اللي انت هتحتاجهم من اول محاضرة، هتلاقي نفسك محتاج اغلب الحاجات اللي احنا قلناها، خاصة التحويلات، خاصة ايجاد الميل، خاصة العلاقات. دول اكد عليهم كويس جدا، واعرف ازاي بتحول وازاي بتحسب الميل، واعرف العلاقات او التناسب بشكل عام بين الكميات الفيزيائية. كده الحمد لله خلصنا. نشوفكم المحاضرة الجاية على خير في اول محاضرة في المنهج. سعدنا بكم يا اساتذة. سلام عليكم.